معانا هنا جهاز ايفون 12 برو هنغير له بطارية، مع العلم ان بطاريته 83%، ولكن البطارية فيها مشكلة بسبب اللي هي واخدة فلاتة جي سي والنسبة بتاعتها كانت مرفوعة، فعاملة مشاكل معاه في الشحن وتخلي الجهاز ساعات يرستر وتخلي الجهاز ساعات ما يشحنش. فكل ده بسبب الفلاتة بتاعت الجي سي اللي هي بترفع نسبة البطارية واللي هي بتخلي الجهاز بيبقى مش جايب رسالة اثناء تغيير اي قطعة غيار زي البطارية. فاحنا هنفتح دلوقتي الجهاز مع بعض وهوريكم فلاتة الجي سي اللي هي رفع نسبة البطارية، وفي نفس الوقت هنغير البطارية سوا مع بعض. ده ايفون 12 برو. دايما بننصح الناس يا جماعة ما تغيروش بطاريات بفلاتة جي سي علشان بس ترفع النسبة ولا علشان خاطر تخفي الرسالة. اهم حاجة ان البطارية تبقى اصلية 100%، ولو هي جايبة حتى رسالة اللي هي النون بارت او قطعة غير معروفة عادي مفيش مشكلة، ولكن اهم حاجة تبقى البطارية اصلية عشان ما تقابلش مشاكل زي اللي احنا بنقابلها دي. بيجي لنا ساعات بطاريات نسبة بتاعتها 91 و92 ومنفوخة بسبب الفلاتة بتاعت الجي سي. دلوقتي هنفتح التليفون مع بعض، هقول لكم من خطوات فتح الجهاز اللي بنعملها. اول حاجة التليفون بنحطه على السخان لحد لما تحس ان ملمس الجهاز كده بقى سخن معاك، وبعد كده بنجيب الأداة اللي هي خاصة برفع الشاشات علشان خاطر نحاول اللي احنا ان شاء الله نرفع الشاشة بدون ما يكون في اي ضرر او اي ريسك او اي خطورة على الشاشة بتاعة الجهاز. طبعا الجهاز ده بنرفع بيه الشاشة، ولكن برضو بيبقى فيه معاملة منك انت، يعني الجهاز بيساعدك بنسبة 50%، وال50% التانية بتبقى معاك انت شخصيا. هنتابع دلوقتي بقى مع بعض ايه طريقة فتح الجهاز. طبعا احنا فكينا المسمارين وحطينا الجهاز على السخان وبنحطه على الأداة دي، بتبقى معانا مادة كحول عشان خاطر بنساعد ان احنا نرفع الشاشة بطريقة ان شاء الله تبقى احترافية، ما يكونش في اي مشاكل خالص في الشاشة تحصل. بنركب بقى الجهاز بتاعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، واحدة واحدة كده. تمام. طبعا دي كده بتبقى هنا، بقفل كده كويس وببدأ احط هنا الكحول على اطراف الشاشة بحيث اللي هو يجيب مادة طبعا احنا لسه بنفك دلوقتي الجهاز اللي هو ال 12 برو عشان احنا بنغير له الشاشه، لان هو ما اتفكش معانا من اول مره والشاشه ما اترفعتش من اول مره. ليه؟ لان الجهاز ملزوق بلزق ووتر بروف مش بفريم، بماده الووتر بروف، فده بيخلي الجهاز ما يتفكش معاك بسهوله من اول مره. لازم تبقى واحده واحده مع الشاشه وتبقى بتسايس الشاشه علشان ما يحصلش اي كسر في الشاشه. لازم تقعد تسخن الحراره وتحط الكحول وتحاول تسايس فيها بحيث ان ما يحصلش اي كسر ولا اي حاجه تحصل في الشاشه. فاول لما هنفتح الجهاز ونرفع الشاشه هنوريكم الجهاز من جوه. الاجهزه بقى اللي بتبقى جايه لنا متقفله بماده الووتر بروف وتحس ان الشاشه محطوط عليها جبس واسمنت مش فريم ووتر بروف، يعني لما بتبقى متقفله بفريم الووتر بروف زي كده سهل ان انت ترفع الشاشه برضو بدون اي مشاكل، بدون اي ريسك، بدون اي حاجه خالص ما تحصل. انما احنا مثلا هنا في الجهاز ال 12 برو بقالنا مثلا ساعه بنرفع الشاشه. الشاشه يعني محطوط فيها تقريبا كميه ماده مش طبيعيه، بنحاول ان احنا نرفع الشاشه ونحاول ان احنا نسلكها. شايفين الماده؟ يعني كل دي ماده بتطلع كل شويه حرفيا. نقوم نسخن الشاشة واحاول ان انا ارفع واحدة واحدة وازود كحول علشان خاطر ما تتكسرش مني. الجهاز جاي عشان يغير بطارية. هي دي بقى المشاكل اللي احنا بنقول عليها يا جماعة. ما تقفلوش بووتر بروف. الجهاز العميل شاريه كده، الجهاز العميل شاريه كده. يعني تخيل انت كمية المادة اللي محطوطة عشان بس اسمه يتقفل ووتر بروف، وتيجي بس حضرتك تنفخ فيه ما تلاقيش هوا بينفس، ومحتاج بقى تغير بطارية. لا قدر الله لو حصل اي حاجة في الشاشة عشان انت مقفلها ووتر بروف انت خسرت الشاشة. فهي دي
مشاكل تقفيل الوتر بروف. نقعد 3 4 ساعات نفتح في الشاشة علشان بس نحاول ان شاء الله ربنا يوفقنا وتطلع معانا سليمة بدون اي مشكلة. الحمد لله بعد معاناة 3 ساعات فتحنا الجهاز، فتحنا الشاشة بتاعته، الحمد لله سليمة اهو زي ما انتوا شايفين كده. خلينا نقلب لكم الكاميرا. ده الجهاز اللي بيبقى متقفل ووتر بروف علشان بس اسمه ايه ما يبقاش بينفس هوا. الايفون 12 برو اللي احنا منزلين فيديو عشان نغير له بطاريه، بقالنا 3 ساعات بنفتح فيه علشان الشاشه ان شاء الله تطلع معانا سليمه. طبعا هو واخد فلاتة جي سي هنا اهو عشان تعلي نسبه البطاريه، وزي ما انتوا شايفين كده منظر الجهاز عامل ازاي. والله يا جماعه محدش يقفل ووتر بروف بماده زي ما انتوا شايفين كده، والله ده حرام. اللي بيحصل في اجهزه الناس دي والله حرام، انت اللي بتضر نفسك. الايفون من بره زيرو، مفيش فيه الهوا، مفيش فيه خربوش. من جوه زي ما انتوا شايفين كده، الشاشه اصلا معمول لها صيانه قبل كده اهي زي ما انتوا شايفين، والمنظر اهو زي ما انتوا شايفين. اللي بيعمل كده والله ربنا يسامحه. والناس بتبيع الاجهزه، ده محل بيع الجهاز كانه ما اتفتحش قبل كده، العميل شاريه والله كانه ما اتفتحش قبل كده، ووتر بروف بالكرتونه بتاعته اهو، الكرتونه بتاعته اهو 12 برو. والله العظيم حرام لما العميل اللي يتخم في جهاز زي كده، والله حرام.